السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع حضراتكم احلى وابسط طريقه للبيتي فور. البيتي فور ما بيظبطش معايا يا رودي، لا، من النهارده ان شاء الله هيظبط معاكي وهتاكلي اجمل بيتي فور، احلى كمان من بتاع المحلات. يلا بقى عشان نشوف البيتي فور الفاخر من الاخر ده اتعمل ازاي. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. معايا هنا 650 جرام من الزبدة، وهنا 150 جرام من السمن البلدي أو أي نوع سمن، وهنا معايا 3 بيضات كاملين وصفار بيضة. هنا بقى بنحل المشكلة ايه، الصفار ولا البياض؟ لا، احنا هنا 3 بيضات كاملين وصفار بيضة، و200 جرام من السكر البودر، ومعايا هنا كيلو من الدقيق. اي نوع دقيق استخراج 72%. انا هنا استعملت دقيق دوبيلا، ممكن حضرتك تستعملي اي نوع دقيق. هنشيل منه 3 معالق، هقول لكم ليه دلوقتي. وبس كده، هي دي المقادير. وكمان 3 معالق كاكاو، لان احنا هنعمل نصه كاكاو ونصه ايه، ونصه يعني نعمله بالشوكولاته ونصه ساده. هنبتدي بقى اول حاجه ندخل الدقيق كويس جدا. اول سر في نجاح البيتي فور مع حضرتك نخل المواد الجافه. يعني السكر البودر حتى لو حضرتك شاريه او طحناه في البيت لازم تنخليه وقت ما احنا بنعمل البيتي فور. والدقيق نخلناه كويس جدا. هنبتدي بقى اول حاجه الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني حضرتك مطلعاها من التلاجة قبلها كده. اول حاجه علشان تكون مرهميه وتنزل معاكي في الكيس ما تتعبكيش. ضربتها، اديتها ضربه سريعه كده، وبعد كده نزلت بالسكر البودر اللي انا نخلاه دلوقتي. نخلته وضربته كويس جدا. بعد كده هيبقى الخليط مع حضرتك زي الكريم شانتيه، لازم يبقى يعمل فوم كده وزي الكريم شانتيه مع حضرتك، يفتح جدا. هننزل بقى بالبيض بيضه بيضه. انا ضفت هنا فانيليا. لو حضرتك بقى هتستعملي زبده جودتها عاليه جدا زي النيوزيلندي او اي نوع محترم قوي، يعني ممكن ما تحتاجيش فانيليا. بس بعد كده نزلنا بقى بالبيض بيضة بيضة. ليه بقى يا رودي؟ عشان الخليط ما يفصلش مع حضرتك ويتعبك كمان، هيبقى فيه مشاكل يعني. لا، احنا هننزل بالخليط بيضة بيضة، بيضة بيضة كده. وحضرتك من وقت للتاني الاسباتيولا وتجيبي بيها الجوانب كده، وتنزلي الجوانب عشان الخليط كله يبقى ايه، مضروب مع بعضه يعني. خلاص كده، ضفنا اخر بيضة وضربناها كويس جدا. خلاص كده الخليط بتاعنا جاهز. انا هنا بقى البوله كانت ضيقه عندي، فنزلت على الخليط على الدقيق. لو حضرتك البوله شغاله كده وواسعه مع حضرتك هنزلي بقى هنا بالدقيق. احنا سيبنا 3 معالق. ليه بقى هنا يا رودي؟ لان احنا هنا حضراتكم شغالين بالكيس. بتيفور الكيس بيفرق جدا عن البتيفور المكبس. بتيفور الكيس لازم يبقى طري وملزق كده، ويبقى مع حضرتك سايب شويه علشان يقدر ينزل بسهوله وما يتعبكيش. هنا احنا شلنا، وكمان احنا هنعمل بالكاكاو، فالثلاث معالق دقيق اللي احنا شلناهم هينفعونا كمان هنا في الكاكاو. احتاجناهم هنحطهم، بس انا بقول لكم انا ما احتجتهمش. انا قسمت هنا الخليط وضفت 3 معالق كاكاو خام او اي نوع كاكاو حضرتك تحبيه، ممكن يبقى محلى ممكن يبقى خام، جودته كويسه، بس اهم حاجه عشان يدي طعم للبيتي فور. خلاص ضفته. انا هنا ما لقيتش، ممكن حضرتك الدقيق بتاعك يختلف، تضيفي بقى معلقه زبده معاها مع الكاكاو. لكن انا ما احتجتش اي اضافات، حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بقى جبت التيب بتاعي. التيب كان 6 اف تي، ده بيبقى اظبط حاجه للبيتي فور. حضرتك ممكن تستعملي 7 برضو، بيبقى كويس، بس انا بقول لكم اللي انا اشتغلت بيه. وحطيت بقى في الكياس. انا بحب برضو استعمل الكياس اللي هي الاستعمال الواحد، ما بحبش استعمل الكيس الحلواني لانه بيسرد معايا العجينه. فجهزت بقى كده حاجتي في الكياس وفي التبات. وهنبتدي بقى الصاج. هنا نشكل في صاج ما بيبقاش مدهون اي حاجه، كفايه الزبده اللي احنا مستعملينها. خلاص بصوا زي ما حضراتكم شايفين بقى، نبتدي بقى ننزل. بصوا العجينه نازله جميله ازاي ونازله بسهوله وما ما تعبتنيش خالص. بس هتبتدي حضرتك بقى تشكليه كده في الصيجان. وهنبتدي كنا نبقى مشغلين الفرن طبعا ساخن على درجة حرارة 180. بيقعد بالظبط من تلت ساعة بالظبط، ما بيبقاش من 15 ل 20 دقيقة، يعني من ربع لتلت ساعة. حضرتك اول ما تشوفيه ان هو احمر من تحت ممكن حضرتك تشغلي عليه الشوايه. ولو الفرن بتاعك بمروحه مش هتبقي محتاجه اي حاجه، هيبقى كده بالوضع اللي حضرتك شايفيه. انا طبعا فرني ما فيهوش مروحه، فاحمر كمان من تحت ومن فوق وما احتاجش الشوايه. بصوا بقى بالوضع ده الرسمه زي ما هي، ما فرش معانا.
بيبقى ناعم في نفس الوقت دايب في البق. مش عايزة اقول لكم خطير بجد، جربوه. المقادير هنا مظبوطة على الشعر. خلاص بنسيبه بقى كده لما يبرد وهنبتدي في التشكيل. انا هنا كان معايا شوكولاتة سما. انا بحب شوكولاتة سما وكمان قلت اجرب شوكولاتة دريم، انا مكنتش جربتها قبل كده، فانا جبت النوعين بصراحة وقلت اضيفهم على بعض يعني. حضرتك بتكسريهم واي بولة بتحطيها فيها، وتكوني حاطه حله على النار فيها ميه، تكون الحله تكون ضيقه كده علشان البخار بتاعها ما يخرجش جوه. اوعي البخار يدخل جوه البوله اللي حضرتك هتحطيه فيها، كده خلاص الشوكولاته هتفصل ومش هتبقى كويسه مع حضرتك. هنا برضو كان عندي شوكولاته بيضه، كسرتها وعملتها نفس الموضوع. حطيتها في بوله وحله على النار، بحط فيها ميه، تكون البوله كبيره علشان البخار ما يخرجش او ما يدخلش جوه الشوكولاته، والحله تبقى صغيره اللي فيها الميه. بس هتحطيها ما بتكملش دقيقتين. طبعا انا بحط 3 معالق زيت مع الشوكولاته عشان الشوكولاته كده تبقى تلمع معايا وتبقى كويسه، وحضرتك بتفكيها على النار. خلاص كده الشوكولاتات هنا جاهزه، شوكولاته بيضه. التزيين بقى ممكن حضرتك تسيبيه يعني تعمليه بمربى وخلاص كده، ممكن حضرتك تزينيه بالشوكولاته. التزيين ده والتشكيل حسب ذوق حضرتك. انا هنا كنت عامله شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء، وكنت عامله الفستق الكداب وسوداني وجوز هند. حضرتك بقى هاتي السجان زي ما هي، ابتدي بقى خلي بوتيفورايه مقلوبه وبوتيفورايه معدوله. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني هنا شكلت بشوكولاته، انا كنت فعلا عاملاه بدري شويه بس للاسف كنت تعبانه شويه فمقدرتش انزله. فانا حضرتك ممكن تعملي كمان تشكليه بمربى، يعني تجيبي مربى وبتبقى بتبقى عند يعني المستلزمات الحلوانيه بتبقى افضل من الجاهزه، بتشكلي بيها او بتقفلي بيها البيتيفور اقصد. انا هنا قفلت بشوكولاته. بجيب البيتيفوريه زي ما يعني الصوره اوضح من الكلام. بقلب بيتيفوريه بتسهل عليا كتير في قلب الصاج كده، واقوم حاطه نقطه من الشوكولاته وقافله البيتيفور. انا بقول لكم بالتفصيل الممل معلش عشان ايه البنات اللي بيبقوا لسه اول مره يجربوه. هنغمس بقى كده في الشوكولاته، في الفستق، في جوز الهند، زي ما حضرتك حابه. برضو الصوره هنا واضحه كتير زي ما حضراتكم شايفين. بصراحه طلع بيتيفور بتمنى تجربوه. مش هقول لكم غير لما تجربوه، وعايزه بس دعوه منكم في الايام المباركه دي. وكل سنه وحضراتكم طيبين، وينعاد علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.